الناقد الرياضي ياسر الشريف قال إن حملة التبرعات التي أطلقها عدد من شباب وجماهير الإسماعيلية لإنقاذ النادي الإسماعيلي ما زالت مستمرة، ونجحت حتى الآن في جمع ما يقرب من 9 ملايين جنيه مصري. وأوضح الشريف أن هذه الحملة تعد من أكبر الحملات الجماهيرية التي يشهدها نادي مصري، مؤكدا مشاركة عدد كبير من جماهير الإسماعيلي من مختلف الأعمار، إلى جانب بعض قدامى اللاعبين، بل ومشاركة أطفال، حيث ساهم كل فرد بما استطاع تقديمه. وأشار إلى أن القائمين على الحملة لم يعلنوا نيتهم حل جميع القضايا المالية الخمس التي يعاني منها الدراويش، وإنما يهدفون في المرحلة الحالية إلى سداد أقل القضايا قيمة، والتي تتراوح بين 11 و 12 مليون جنيه مصري، من أجل فك قيد أحد ملفات الإيقاف. وأضاف الشريف أن نجاح هذه الخطوة قد يفتح الباب أمام تدخل لاحق من رجال الأعمال وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ للمساهمة في حل باقي الأزمات في حال ثبوت جدوى الحملة الحالية. وعن الموقف الرياضي، أكد أن النادي الإسماعيلي لا يملك أي استعدادات فعلية حتى الآن في ظل انتظار القرار النهائي بشأن استمرار الإسماعيلي في الدوري الممتاز أو هبوطه إلى دوري المحترفين، مشيرا إلى أن هناك قضايا مرفوعة ما زالت متداولة تتعلق بالمطالبة بإلغاء الهبوط. وأوضح أن بعض هذه القضايا تستند إلى وجود أكثر من نادي تابع لمؤسسة واحدة، وهو ما يخالف مبادئ الفيفا، إضافة إلى طعون أخرى أمام القضاء الإداري للتشكيك في نظام المسابقة بالكامل. واختتم الشريف تصريحاته بالتأكيد أن خوض منافسات دوري المحترفين يمثل تحدي بالغ الصعوبة، نظرا لقلة الإمكانيات وزيادة أعباء السفر والتكاليف المالية، وهو ما يجعل حسم الموقف القانوني مسألة حاسمة لمستقبل النادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.